السلام عليكم حبيبات ديالي، كنتمنى تكونوا بخير وفي احسن الاحوال ان شاء الله. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو ان شاء الله غادي نحضر معكم اليوم وصفات اللي ديرهم في شهر رمضان، سهلين ومنهم واحد المليويات او واحد المخيمرات اللي رائعين، بدون لحوم بدون سمك، يعني غير بالخضر. واكيد ما نسوش السمك او لا السردين اللي صراحه كيعجبني انا في شهر رمضان. غادي نشارك معكم هذه الطريقه اللي سهله وصحيه، يعني زوينه، ما فيها لا قليله حتى شي حاجه كنديرها في الفران. عندي هنا حبات ديال المطيشه، على حسب نتوما واش كتبغيو الصلصه بزاف او لا، على حسب يعني عدد الاسره. كديروا 4 الحبات او 5 الحبات او 3 اللي بغيتو. كتوضعوهم في الخلاط، يعني كتغسلوهم مزيان، داك القشور ديالهم ماشي مشكل، المهم غير رقدوه بشويه الملح من قبل وصافي. قطعوهم ووضعوهم في هذا الخلاط او لا يعني ولا طحنوهم في العصاره مع شويه ديال الماء. كديروا معهم رويصات ديال الثومه، تقريبا جهد ديال 4 الرويصات او 5 على حسب الكميه ديال السمك. انا هاد السمك اللي بان لكم او هذا الحوت اللي شفتو راه يعني ماشي كله درتو في اللاطه، النص قليته والنص درتو في الفران. المهم هنا خديت قزبر ومعدنوس، كديروا شويه بزايد وكديروا معاه الثومه، راس ديال الثومه كبير، مع شويه ديال الكمون، شويه ديال الملحه، شويه ديال البابريكا الحاره ولا الحلوه اللي بغيتو، وطبعا الكركم. صافي كطحنوا هاد المكونات كلها مع بعض، وكتاخذوا واحد البصيله كذلك كتحكوها، غادي تحطوها جانبا، راني كتشوفوها محطوطه حدا الشرموله. وصافي داك المطيشه اللي كنت طحنت مع الثومه والفلفله كديروها هكا في هاد المقيله اللي تكون مقله، كتشدوها كتوضعوا فيها الصلصه، وكتزيدوا على شويه ديال التوابل اللي وضعته في السمك، يعني ديك التوابل اللي وضعته في السمك نفسها. هنا البنات كتشوفوا حبه ديال البصله اللي كنت حكيتها وزدتها على الشرموله ديال اللي فيها الربيع وفيها الثومه. صافي وغادا نخلطهم هكا، ومعها طبعا العطريه. انا من الناس اللي ما كنكثرش عطريه بزاف بزاف، المهم نتوما على حسب بغيتو تكثروا العطريه راه يمكن لكم. خديت واحد معلقه ونص هكا من ديك الشرموله اللي حضرت ديال الربيع والبصله محكوكه وديك التوابل، وزدتها مع هاد الصلصه ديال الطماطم، وغادا نخليها تقريبا ديك مده ديال 6 دقائق هكاك حتى تشحر شي شويه. ومن بعد خديت السمك اللي طبعا اكيد كلشي كيعرف يغسلو وينقيه، وضعت مع هذيك الشرموله. كندير غير شويه ما كنكثرش، لانني غندير وحده فوق وحده، وكتعرفوا هي غادا طيب، يعني هذا السمك غادي يطيب في وسط ديك الشرموله ديال المطيشه، يعني ما تحتاجوش تكثروا الشرموله بزاف، غير على حسب البنه وصافي. وطبعا ما تنساوش الملحه، لانني نسيت ما ذكرتهاش، اكيد الملحه راه باينه بلا ما نحتاج نذكرها، ضروري خصنا نديروها وما تكثروش، عاود السمك ما كيبغيش الملحه بزاف. صافي هنا البنات هاد السردين غنحاول نقادو بحال هكا في المقله. وطبعا اللي بغى يستعمل لاطه ديال الفران راه يمكن ليه، يعني ماشي ضروري انه يدير مقله، غير انا هاد المقله هادي شويه غارقه وعندها اليدين ديالها يعني ديال الحديد، ما كتحرق ما كتخسر ما والو، واخا كنديرها في الفران ما كيوقع لها والو. المهم نتوما بغيتو ديروها في اللاطه، بغيتو ديروها في المقيله اللي عندكم بحال هاد الشكل هذا ديال الحديد. وصافي بقيت هكا مستمره، غادي نحاول نقادهم بحال هكا. المهم هاد الوصفه هذه كتجي بنينه، وخصوصا هكا في شهر رمضان كنحتاجوا بحال هاد الوصفات اللي كيكون فيهم السمك وما يكونش فيهم ديك البطاطا بزاف وديك الخضره بزاف. المهم خفيف ظريف، والناس اللي طبعا كتبغي البطاطا راه يمكن لكم ديروا بطاطا في الفران ترافق هاد الطبق هذا، حتى هي هكا كتجي زوينه، خصوصا الناس اللي عندهم الوليدات كيعجبهم، الوليدات الصغار كنعرفوا كلشي كيتعجبهم اي حاجه داخله فيها البطاطا. صافي هنا بعد ما قاديتهم درت واحد الرشيشه هكا خفيفه ديال الزيتون وقطعات ديال الحامض بحال هكا. وصافي غدا ندخلها الفران اللي مسخن على 200 درجه. وما تنساوش واحد شويه ديال الهريسه هكا ديروها في الشرموله اللي كتزيد طبق ديالكم بنه، وواحد شويه ديال العصير ديال الحامض اللي حتى هو ديروه في الشرموله البنات. وصافي البنات من بعد ما شفتوا معايا اللاطه دخلتها الفران ديك مده ديال 20 دقيقه هكاك، صافي كتطلعوها كيكون داك ما تخليوش حتى يتحرق بداك الشكل.
صافي هنا البنات كيف ما كتشاهدوا معايا غادي نحضر معكم كذلك هاد المليويات اللي كيجيو رائعين هكا لشهر رمضان. كتعرفوا يعني الحاجه اللي كتكون فيها بزاف كنبغيو ننوعوا، ماشي كل مره ناكلوا مثلا حاجه فيها اللحم اولا فيها الطون اولا الحوت ولا هذا. المهم هاد المخيمرات هادو كينفعوا. عندي هنا البنات 600 غرام ديال الدقيق الفينو زائد 400 غرام ديال الدقيق الابيض. صافي كتوضعوا معاهم معلقه ديال الملحه على حسب الذوق ومعلقه ديال السكر اللي يمكن لكم تعوضوها بمعلقه كبيره ديال العسل. يعني الناس اللي ما بغاوش يديروا السكر راه يمكن لكم ديروا العسل في بلاصتو. وصافي غادي نجمع هاد العجينه بالماء دافي. المهم الماء الدافي باقي حنا عندنا شويه الجو بارد. الناس اللي عندهم الجو سخون راه يديروا الماء يعني ديال الروبيني يعني ويعجنوا به. المهم انا المسمن كندير ليه دائما الماء دافي، ما كنديرش ليه الماء بارد دائما، واخا تكون حتى الحراره. كيعجبني الملاوي ما يكونوش عاود قاصحين ويكونوا هكا طريين. يعني دائما الملاوي ديالكم باش يجيوكم ناجحين السر ديالهم هو انكم ما تخليوش العجينه قاصحه. دائما العجينه تخليوها تكون مرخوفه، يعني العجينه تكون طريه ما تكونش قاصحه. وصافي بقيت هكا مستمره. البنات اللي بغاو يستعملوا العجانه طبعا راه يمكن لكم تستعملوا، غير انا كنبغي نبارطاجي مع البنات باش هكا كلشي يشوف يعني الوصفه عادي كلشي يطبقها. وطبعا العجانه راه اللي بغى يستعملها راه يمكن ليه. ودابا غادا نبدا نصايب الحشوه اللي غادا نستعمل في هاد المخيمرات هادو. اولا هاد المسمن عفوا هاد الملاوي هادو انا مخامر اليوم راه المهم في راسي خصني نديرهم هاد النهار هذا. راه حتى يمكن في الاول ديال الفيديو قلت لكم مخيمرات. المهم البنات هادو راه ملاوي المهم هكا بشكل اللي سهل وزوين. هاد الوصفه هذه كتبغي البصله بزايد، يعني ما درتو البصله اكثر كتجي زوينه بزاف. المهم كتجي كتعرفوا البصله كدير ديك التغميره وزوينه في الملاوي. هنا طحنت ديك البصله. المهم كطحنوها بهذا الشكل هذا ماشي حتى كتولي طالقه الماء بحال هكا. وصافي كديروا معها فلفله هكا الوان الا بغيتو. من الاحسن انكم ما ديروش ديك الخضره، كدير شويه المروره ديروا غير الحمراء ولا الصفراء. دائما ديروا هاد الالوان. بالنسبه للخضره كتعطي شويه ديك المره في الوصفه. صافي هنا البنات زدت ديك الفليفله اللي طحنت بحال هكا مع ديك البصيله. وهذا نزيد طبعا زيت الزيتون واحد 4 كاس اولا نص كاس ديال زيت الزيتون. المهم نتوما غديروا على حسب الكميه ديال البصله اللي وضعتو والفلفله. هنا درت شويه ديال الملحه. غادا ندير شويه ديال السودانيه، انا كيعجبني الحاره البنات. ولا بغيتو دير الهريسه طبعا كتعرفوا الهريسه كتزيد كتبنن الوصفه اكثر. وطبعا كديروا شويه الخرقوم شويه الملحه شويه ديال الابزار. وصافي اللي بغى يدير كمون يديروا، انا ما كنديروش، لكن اللي بغى يدير الكمون راه يمكن ليه يديرو. صافي وضعت ديك التوابل كلها اللي هي الكركم شويه الملحه شويه الابزار وشويه ديال الزنجبيل وطبعا شويه ديال الهريسه وشويه ديال التحميره اولا الفلفل الاحمر بودره باش تعطي داك شويه ديال اللون. وغادي نزيد كذلك واحد نصف ملعقه كبيره ديال الطماطم المركزه. ضروري انكم ديروها البنات كتزيد الوصفه ديالكم بنه. نصف ملعقه كبيره ديال الطماطم المركزه. وصافي كتخلطوها هكا مزيان حتى كيتشرب داك الماء، ما كيبقاش يبان لكم ديك الحشوه الماء بزاف، يعني كتولي ناشفه بحال هذا الشكل هذا اللي غادي نشاهدوا معايا. كيف ما كتلاحظوا يعني العجينه هنا راه كتبان عفوا الخليط العجينه الخليط راه كيبان يعني مدغمر ديال هذه الحشوه. وصافي هنا العجينه من بعد لاحظوا معايا البنات الخفه والطراوه في نفس الوقت ديال هذا المسمن. ودائما المسمن البنات يعني البنات اللي ما كيبغوش يبقاو يدلكوا المسمن ما كيحتاجش انكم تبقاو تدلكوا فيه بزاف بزاف. يعني قد ما كيبغي انه يرتاح. يعني ملي كتعجنوا ديك العجينه واخا ما كتدلكوهاش كتاخذوا كدهنوها يعني بشويه ديال الزيت وكديروها في واحد البلاستيك هكا
اولا شي بلاستيكه ولا علبه ديال البلاستيك وتغطيو عليها وتخليوها حتى كتاخذ الراحه ديالها الكافيه. المهم جات ديال ساعه اللي بغيتو. المهم خاص المسمن يكون مرتاح كيف ما شاهدتوا معايا في الاول. وصافي هنا البنات عندي هنايا دقيق الفينو مع ملعقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوه، كتخلطوها مع داك دقيق الفينو. وعندي هنا الزبده اللي كيف ما شاهدتوا معايا بحراره المطبخ، غير ضغطت عليها وصافي. انا الزبده ما كندوبهاش. بالاحسن انكم ملي تجيو هكا ديروا الملاوي ما ديروش الزبده دايبه، ديروا الزبده بحال هكا كتزيد الوصفه بنه وكتجي احسن من الزبده اللي تكون دايبه وكتدهنوا بها. المهم هذه غير نصيحه للاخوات المبتدئات. وصافي كنطلق المسمن على هذا الشكل هذا. المهم مسمن شكل عادي. وكنستسمح البنات كنقول لكم في الاول الفيديو مخيمرات كتعرفوا الصيام ماشي مخيمرات البنات، راهم ملاوي بحال هكا كتطلقوها مزيان. والعجينه راهي كتبان واضحه بلي راهي ناجحه، غير ملي كيظهر لكم في العجينه الفقاعات يعني بلي راه العجينه، تاكدوا بلي العجينه المسمن راهي ناجحه. والعجينه كتكون يعني طايعه غير كتطلقوها. المسمن مني كيرتاح او العجينه مني كترتاح كتولي ما كتعذبش يعني بسرعه، انك تقدري تشكليها كيف ما بغيتي وما كتقطع ما والو. صافي هنا بقيت كنرش في داك شويه ديال الخليط ديال دقيق الفينو مع الخميره ديال الحلوه وكنقاد على هذا الشكل هذا. المهم طريقه المسمن العادي اللي كنديرو دائما بحال هكا. هذا الفيديو هذا كنبارطاجي سورتو الاخوات المبتدئات هما اللي كيبغيو يعرفوا هكا كيفاش المسمن ما كيتقطعش كيفاش. هذه اللي كاين بزاف لان ماشي كلشي كيعرف. راه كاينين بنات يلاه مقبلين على الزواج، كاين اللي يعني كتكون عند الام ديالها ما كدير والو. في هاد السنه هذه لقات راسها مزوجه يعني خصها تقوم بالواجب وخصها تصايب ملاوي، خصها دير مسمن، خصها هذا. المهم السر ديال نجاح المسمن ديالكم هو الراحه يعني يرتاح يعني مني تعجنوه وكذلك مني تكوروه ماشي غير في العجينه. وهنا من بعد ما صافي انتهيت يعني قاديت داك المسمنات هكا وارتاحوا عاود شي شويه تقريبا واحد 10 دقائق او لا. مني كتساليو المسمن ديالكم راه كتلقاوه مرتاحوا. صافي كتاخذوا ديك الحشوه اللي كنا صايبنا في الاول ديال الخضره ديال البصله وديال الفلفله، كتاخذوا هكا مسمن وكتطلقوه غير شويه خفيف وكتعاودوا توضعوا فيه واحد الطريف هكا ديال الجبن ديال الساندويتش وكتسدوا هكا عليه بهذه الطريقه. هذه الطريقه راها سهله وواضحه. وبالنسبه للجبن اللي تستعملوه هو ديال الساندويتش هذا اللي كيجي زوين وكيجي بنين اكثر. وإلا ما متوفرش ماشي مشكل، يمكن لكم ديروا الفرماج ديال الموتزاريلا كذلك، لكن هذا الجبن هذا بالاخص كيجي زوين يعني كيدوب وكيجي احسن. وكيف شاهدتوا معايا المسمن يعني جربت معكم الاولى كيجي زوين وكيجي مفتوح من الداخل، ما كيجي لا معجن لا حتى حاجه. وكذلك البنه ما غاديش نقول لكم نوصفها لكمش، اكيد راه ملي غتلقاو الوصفه فيها البصله وفيها الجبن اكيد عرفوا راه غادا تكون بنينه. ونسيت ما قلت لكمش البنات اللي بغاو يديروا هكا شويه ديال الزعتر مع هاد المسمن في يعني في الخليط ديال الشرموله اولا هاد الحشوه، راه يمكن لكم ديروا واحد نصف ملعقه صغيره اولا ملعقه صغيره عفوا ديال هاد الزعتر كيجيب حتى واحد البنه زوينه. وصافي كيجي هذا هو الشكل ديالهم كيف ما كتشاهدوا معايا مليويات زوينين وهكا منفوخين. ودرتهم انا الحجم ديالهم كبير، كيعجبني هكا الملاوي يكونوا بهذا الشكل هذا. الحجم ديالهم كبير احسن من دوك الصغيورين يعني هادو دايرينهم انا درتهم بهذا الشكل هذا. وطبعا الصغيورين حتى هما كيكون عندهم الحلاوه ديالهم الا بغيتو ديروا واحد الكميه هكا كبيره وتحتفظوا بها وتبقاو تجبدوا كل مره واحد شويه. الشكل ديالهم كيكون حتى هو صغير ومتيول وهذا، لكن سورتو هاد الملاوي انا كيعجبني بهذا الشكل هذا الحجم ديالهم. يعني الشكل ديالهم هكا كبير وكيجيو زوينين.
وصافي كانوا هادو هما البنيويات كيف ما شاهدتوا معايا كيجيو رائعين. فعلا كيستحقوا انكم تجربوهم. ديروهم بالحشوه اللي بغيتو. انا درتهم لكم بالبصله وشويه الفلافل، لكن نتوما الا بغيتو ديروهم بالكفته والبصله كذلك كيجيو زوينين. ولا بغيتو ديروا كذلك شويه ديال الدجاج، يعني تحاولوا انكم يعني طحنوه الدجاج باش ما يبقاش لكم هكا ويقطع لكم المسمن من الداخل. دائما الدجاج طحنوه، يعني ديروه على شكل ديال الكفته مع هاد الشرموله ديال البصله وهذا حتى هو كيجي بنين. وصافي دابا غادي ندوزو باش نحضروا هاد الحلوه هذه اللي ساهله هكا لشهر رمضان. ديروها مع كويس ديال اتاي مور الفطور. ملي تكونوا هكا جالسين من ورا التماره، كتعرفوا الفطور كيكون ماعن وهذا، المهم كتسالي كلشي ديروا واحد كويس ديال اتاي وتاكلوا هاد الحلوه اللي ساهله تحضر بسرعه. عندي هنا 300 غرام ديال الكوك. كتزيدوا عليها تقريبا 4 المعالق ديال الطحين، سكر الفاني او لا فانيليا السائله، وكتزيدوا عليها علبه ديال الحليب المركز المحلى. كتزيدوها مع هذا الخليط وكتخلطوها بهذا الشكل هذا. ما ديروا لا خماره لا حتى شي حاجه، غير هو الخليط خاصكم تخليوه طري على الشكل اللي غادي نشوفوا معايا. انا غادي نخليوه طري اكثر من هكا. انا ما كانش عليا نزيد ديك شويه الطحين اللي زدت في الاخر، ما كانش عليا نزيدو صراحه، لان شويه بحال قصح لي العجينه عكس ما بغيتها انا. يعني كانت كتجيني طريه، لكن مني وضعت الخليط صافي. المهم انا كنقول لكم البنات الاخطاء اللي يمكن لكم توقعوا فيها، اللي وقعت فيها انا باش تجنبوها نتوما. المهم نتوما ديروا الطحين، حاولوا انكم ديروا ما تفوتوش 4 المعالق اللي يكون الحجم ديالهم متوسط، ماشي دوك الكبارين. وصافي بقيت هكا درتهم على شكل كرات اللي الحجم ديالهم متساوي. ما يحتاجش انني نعبرهم. المهم الوزن ديالهم ماشي كبير، صغيورين هكا محدقين وصافي. يمكن لكم تزينوهم من الفوق مثلا في عوض ما دير. انا درت نوازات، يمكن لكم ما ديروش، ديروا طريف هكا ديال الشوكولا من الفوق او اللوزه ولا الكاوكاو اللي بغيتو، من غير حسب الديزاين ديالهم من الفوق هكا. وصافي كيجي هذا هو الشكل ديالهم. كتدخلوهم الفران مده ديال 6 ديال الدقائق، يعني الفران تسخنوه من قبل على 180 درجه مده 6 ديال الدقائق. كتطلعوهم يعني ما يفوتوش 6 ديال الدقائق البنات، خص يبقى اللون ديالهم بحال هكا، ما تخليهمش يتحمروا. وصافي كيجي هذا هو الشكل ديالهم. المهم احبات ديالي، كان هذا هو الفيديو ديال هذا النهار. الا عجبكم اكيد ما تبخلوش باللايكات ديالكم والشجاع ديالكم للقناه، بالبارطاج مع الاصدقاء والاحباب. والا ما كيوصلكمش الاشعار ديال القناه ديالي، حاولوا انكم ديزابوناو من القناه وتعاودوا تابوناو من جديد وتفعلوا الجرس باش هكا يوصلكم دائما جديد القناه، لان فعلا كاين عندي مشكل في القناه. بزاف الاخوات كيجيو عندي كيشكيو باللي ما كيتوصلوش بالاشعارات. البنات هادشي من اليوتيوب. كنقول لكم شكرا على المشاهده، ونتلاقاو ان شاء الله فيديو اخر.